بنى الحجاج قصرا في البصرة. قال: وكان قصرا عظيما فأجمله وحسنه. وفي يوم الافتتاح دعا الناس ليتفرجوا ولينظروا إليه. قال: افتتح القصر، تجول فيه، ثم رجع إلى قصره المعتاد. وتجمهر الناس ينظرون إلى هذا القصر العظيم للحجاج، القصر الجديد. يعني هو قصر افتتحه ولم يسكنه، كحال الطغاة المستبدين اليوم اللي شغلتهم يبنوا قصور. قال: فمر عليهم الحسن البصري فرآهم مجتمعين فوقف فيهم خطيبا. قال: ويحكم ما لكم جئتم تنظرون إلى ما بنى أخبث الأخبثين وشيد؟ ألا وإن فرعون بنى أعظم منه وشيد، وإن الأنهار كانت تجري من تحته فأجرى الله الأنهار من فوقه. ثم مضى فيهم يتدفق واعظا مبينا نكران هذا الفعل، وأن هذا من الظلم، وأن هذا يتنافى مع العدل، عدل الإنسان مع رعيته. قال: فبلغ ذلك الحجاج فقال في مجلسه: ويحكم، يقوم عبد من عبيد البصرة يشتمني ولا ينكر عليه أحد، لأروين الأرض من دمه. فدعا النطع والجلاد وأرسل في طلب الحسن البصري. فلما دخل الحسن البصري رأى النطع والجلاد فتمتم بكلمات ودخل، والكل ينتظر أن الحجاج سيقتل الحسن البصري. جاء يمشي إلى حتفه. قال: فلما رآه قام إليه فقال: أهلا يا أبا سعيد، وهش له ووسع له إلى جواره. قال: إلى جواري يا أبا سعيد. ثم بدأ يتلطف معه ويكلمه كلاما حتى يبجله. ثم قال له: انصرف راشدا يا أبا سعيد. فخرج، فتبعه حارس كان على باب مجلس الحجاج. قال له: يا إمام، والله قد دعاك لغير الذي لقيت، إنما دعاك ليقتلك. قال: أعلم. قال: وإني رأيت شفتيك تتحركان بكلام وأنت تدخل عليه، فبالله عليك ماذا قلت؟ قال: أما وقد سألتني بالله. فلما رأيت النطع والجلاد عرفت ما أعد لي، فقلت: يا ملجئي في محنتي وملاذي في كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. يا سلام. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الطغاة يعمدون دائما إلى محاولة قتل المصلحين. الفكرة أن المصلحين يجب أن يكون عندهم ثقة مطلقة بالله. ولو قتل الحسن البصري ماذا كان سيخسر؟ ها هو سعيد بن جبير قد قتل، ومات الحجاج ومات سعيد بن جبير، فماذا خسر سعيد بن جبير؟ ما خسر شيئا.